والسؤال اللي جاي كان أخطر سؤال في تاريخ الشركة، إيه اللي هيحصل لما التجارة تحتاج جيش؟ كنت قريت برضو في كتاب The Honorable Company للمؤلف جون كي إن شركة الهند الشرقية بدأت كشركة تجارية هدفها هو الوصول المباشر لأسواق الشرق وتحقيق الأرباح، لكنها مع توسع نشاطها لقت نفسها بتدخل تدريجي في عالم النفوذ والسياسة. في البداية كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية مجرد شركة تجارية عادية، سفن بتخرج من المواني وتقطع مسافات طويلة لأنها بتدور على منتجات الشرق، وبعد كده بترجع تاني محملة بالبضائع. وهدف الشركة كان واضح جدا، هنشتري بسعر قليل ونرجع نبيع بسعر أعلى، والفرق ما بين الاتنين هو سر الربح. بس في عالم التجارة الربح ما بيفضلش سر على طول، كل ما الأرباح زادت كل ما زاد عدد المنافسين، وكل لما تزيد قيمة البضاعة كل ما يزيد الصراع عليها. وفي الوقت ده ما كانتش شركة الهند الشرقية الإنجليزية هي لوحدها اللي بتحلم بثروات الشرق، كان في شركات تانية من دول أوروبية مختلفة، وكل واحدة منهم عايزة نصيبها من الأسواق دي ومن نفس البضائع، وبالنسبة لهم كلهم الشرق ده كان مكان مليء بالفرص، لكن الوصول ليه مش سهل أبدا.